السلام عليكم البنات، كنتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو نتوما في احسن الاحوال. اليوم غادي نشارك معكم بريوش كيجي سائل. صراحه زوين بواحد الطريقه زوينه. نغيروا يعني من البريوش اللي كنصاوبوا ولا القراشل ولا القرص، كل واحد كيفاش كيسميهم. نغيروا عفوا من داك الشكل يعني الفردي اللي كنديروا. فدابا غادي نديروه بشكل يعني عائلي. نتمنى ان شاء الله يعجبكم. ندوزو دابا المقادير وطريقه التحضير. عندي هنا كاس ديال الماء وكاس ديال الحليب دافيين، معلقه كبيره ديال خميره الخبز، خميره فوريه، وجوج معالق حتى لثلاثه ديال السكر سنيده. تقدروا تمشيو حتى لربعه. بسم الله. ثلاثه. وغادي ندير واحد الكميه ديال الطحين. انا هنا في المجموع ديال الطحين اللي عندي 600 غرام، تقريبا 6 الكيسان ما عامرينش. المهم انا عبرتهم بالميزان، عبرت هنا 600 غرام. غادي ندير واحد الكميه هكا بسيطه، تقريبا واحد نص كاس، وغادي نخلط هاد السكر مع الطحين والسنيده والخميره صافي. وغادي نخليهم يتفاعلوا ونرجع معكم من بعد. صافي كما شفتوا معايا، من بعد ما خليت الخميره تفاعلت مزيان هي والسكر والحليب وداك الكميه د الطحين، دابا غادي نكملوا باقي المقادير. عندي هنايا نص كاس تقريبا ما عامرش، نص كاس قل شويه ديال الزيت النباتيه. غادي نديرو هنايا واحد الكاس ديال الياغورت طبيعي. صافي كما قلت لكم غادي نزيدو هنا واحد الحك ديال الياغورت مسوس. اللي ما عندهاش تقدر تبدلو بنص كاس ديال الحليب، ضيفو حتى هو في الاول. عندي هنا جوج ديال البيضات، غادي ندير بيضه وابيض بيضه واصفر، نخليوه باش ندهنوا الوجه ديال البريوش. صافي غادي نحتفظوا بالاصفر على جنب، وغادي نخلط هاد المكونات. صافي غادي نزيدو هنا واحد شويه ديال الملحه ضروري، تقريبا واحد معلقه صغيره ما عمرهاش. وهنا عندي واحد الساشي ديال زهره البرتقال، اللي ما كيبغيش مذاق ديال الزهر يدير الفاني. صافي غنبدا نضيف الطحين تدريجيا. المهم انا عندي هنا 600 غرام، يقدر الا خصني نزيد شويه. دابا غادي نزيد واحد الخماره ديال الحلويات، حيت دابا الجو بارد، من الاحسن نزيدو هاد الساشي د خميره الحلويات وقطرات ديال الخل، تقريبا واحد معلقه صغيره نزيدو هكا مع الخميره. صافي كنظن دابا غادي نحيد هاد الطراب ونكمل غير بيدي، حيت العجينه بدات كتجمع.
غادي نزيد الكميه اللي بقات ليا. غادي نحاول حتى هي ندخلها العجين. قبل ما غادي نكمل زعما نعجنها مزيان، غادي نزيد واحد المعلقه كبيره ديال الزبده، كتعطي القوام ديال البريوش، كتعطيه واحد الطراوه، وحتى المذاق كيكون زوين الا كانت الزبده زوينه. المهم انا خرجتها قبل من الثلاجه باش هكا تكون لينه صافي. غادي نحاول هكا ندخلها في العجين مزيان. صراحه الا كان العجانه غيكون افضل، ولكن انا بغيت هكا نعجنها معكم بيديا باش حتى اللي ما عندهاش تشجع انها ديرها. صافي غادي ندخل الزبده مزيان في العجين، وغادي نبقى هكا كنضرب حتى نحصلوا على واحد العجين اللي مدلوك مزيان ومنسجم. صافي كما شفتوا معايا دلكتها مزيان صراحه. نبقى هكا نضرب 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 نضرب، وشفتوا القوام ديال العجين راه كيكون خفيف بزاف، باش هكا كيجينا هذا البريوش زوين وكيجي الشكل ديالو بحال الكيك، بخصوص مع الكريمه مازال اللي غادي نزيدو ليه. غادي ان شاء الله تجي واحد الوصفه اللي زوينه، يعني تحطوها لضيافكم تديوها معكم لكتو غادي نعرض لشي بلاصه ولا هكا نهار العيد، علاش لا. المهم غادي نجمع هاد العجين، نحاول هكا نعاون بهاد السمسه. نجمع العجينه الوسط ونتلاقى معكم. دابا غادي نغطيوها ونخليوها حتى يتضاعف الحجم ديالها. وفي هذا الاثناء غادي ندوزو نوجدوا الكريمه اللي غادي حتى يتضاعف الحجم ديالها. وفي هذا الاثناء غادي نوجدوا واحد الكريمه اللي غادي نرافقوها بهذا البريوش ان شاء الله. صافي دابا غادي ندوزو باش نوجدوا الكريمه اللي غادي نحتاجو فيها. 2 معالق كبار ديال السكر سنيده، و2 معالق كبار ديال النشا ولا الكريم باتيسير، يعني هاد الكريمه جاهزه. غادي ندير 2 معالق كبار حيت بغينا هاد الكريمه عفوا تكون عاقده، مبغيناهاش تكون سايحه بزاف. صافي وغادي نزيد نضيف كاس ونص ديال الحليب، وغادي نديهم فوق النار. قبل عفوا غادي نزيد واحد الساشي ديال الفاني، ولا تقدروا تزيدوا يعني هذا الساشي ديال الزهر باش تبقاو بنفس النكهه ديال الزهر اللي درنا في العجينه. غادي نخلط كلشي وغادي ندي فوق البوطه حتى نحصلوا على واحد الكريمه اللي عاقده. صافي كما شفتوا معايا دابا من بعد ما خمرات العجينه على هذا الشكل كيتضاعف الحجم ديالها، كناخذوا هنا واحد شويه ديال الزيت صافي، وكنحاولوا هكا نجمعوها. باش نحطوها هنايا في هاد الطاوه ديال الفران. دهنتها مزيان بالزبده و الطحين، وانتم كتبقاو يعني غديروا يعني الطاوه على حسابكم. انا ما غاديش يجي لي هذا البريوش طالع بزاف، يعني غيجي شويه. كل ما كان الاناء كبر كل ما غتجيكم يعني الارتفاع ديال هذا البريوش غيجيكم اقل. صافي دابا غادي نحاول هكا نستعمل شويه ديال الزيت ونهز هاد العجينه حيت كما شفتوا معايا راها خفيفه بزاف. صافي وغادي نوضعها هنا وغادي نحاول نبسطها شويه بيدي. ندير هكا شويه ديال الزيت وغادي نبسطها على كامل الاناء. المهم غادي نحاول نوزعها كامله بالتساوي، ما نخليش بلاصه طالعه وبلاصه هابطه. صافي كما شفتوا معايا من بعد ما قاديتها مزيان هنايا في الطاوه غادي نخليها تقريبا غير واحد 10 دقائق. كما شفتوا راها خامره، يعني غادي نخليها غير شويه. و
غادي ندخلها للفران، غادي تضاعف الحجم ديالها مزيان في الفران لانها راها خامره كما شفتوا معايا، وفيها الخميره الخبز وفيها خماره ديال الحلوى، فما غاديش تحتاج بزاف الوقت. صافي غادي نخليها 15 دقائق عفوا ونتلاقى معكم. صافي دابا بعد ما خليتها كما قلت لكم 11 ديال الدقائق غير ارتاحت شويه، فغادي ندوز باش غادي نبقى نديروا ليها تزيين. المهم تيبقى على حسب الاختيار، اما تقدروا ديروا هكا مربعات ولا ديروا معينات ولا المهم اللي بغيتو. المهم انا اختاريت انني ندير هذا الشكل، غادي نحاولوا هكا غير نرشموا، ومن بعد غادي ندوز هكا شي ظهر ديال هذا الشيتا ولا سباتيل باش ندير بحال الحفر اللي غادي نديروا فيها الكريمه اللي صوبت معكم ديال كريم باتيسير. نحاول باش نجيبهم هكا قد الاشكال ما نوصلش، نكملوا هكا بالسكين، نكمل هنا كذلك. صافي ونعاود ندير بالعكس باش هكا نحصل على واحد الشكل معين باش يجيونا بحال هكا مربعات ولا معينات. غادي نحاول هكا نجيب الظهر ديال شي حاجه غير السكين نيت بحال هكا، ونحاول ندير بحال الحفر باش ندير فيها الكريمه، باش ملي طيب كيجينا هذيك الكريمه وسط من العجينه ولا وسط البريوش. مازال غادي تخمر ويضاعف الحجم ديالها في الفران، وغادي يجي الشكل ديالو ان شاء الله زوين. شوف دابا كتخمر، واخا حنا خدامين عليها هي راه تخمر. صافي بهذا الحفر اللي درت هي فين غندير كريم باتيسير. وقبل عفوا سمحوا لي غادي ندهن بالاصفر البيض اللي خليها في الاول، ندير معاه شويه ديال سايع التوابل، نديروا واحد قطيره الماء. صافي غادي ندير هكا وغادي ندهن بها الوجه ديال البريوش، ندير شويه باش هكا اللون ديالهم كيجينا زوين. فهاد الاثناء راني درت الفران كيسخن، خاص الفران يكون سخون مزيان، غادي ندخلوهم حتى يطيبوا ويتحمروا مزيان، وغادي نتلاقى معكم ان شاء الله باش تشوفوا الشكل النهائي ديال البريوش اليوم سائل. صافي دابا من بعد ما ساليت دهنا غادي نديروا ديك الكريمه اللي صوبنا هكا في واحد البوش ولا ديروها في بلاستيكه، ونمشي هكايا بخطوط، فملي كيدخل الفران العجينه كتطلع على هاد الكريمه وكيجينا واحد الشكل اللي زوين. كريمه من الاحسن تكون عاقده باش ما تسيحش ليكم على العجينه ملي تدخلوها للفران. المهم غنستمر هكا حتى نكمل الخطوط كاملين. من بعد ما كملت التزيين ديالها بالكريمه غادي ندخلها للفران وان شاء الله نتلاقى معكم بالشكل النهائي. ودابا جا وقت ديال التزيين اللي غيبقى اختياري، بامكانكم تخليوها غير هكايا الا بغيتو، ولا دهنوها هكا بشويه ديال العسل ولا الكوفيتير وتزينوا هاد البلايص اللي بقاو هنايا محمرين. غادي ندير لهم شويه ديال اللوز افيلي ولا ديروا هذا كاوكاو كونكاسي ولا اللوز كونكاسي اللي بغيتو. وكان هذا هو الشكل ديال الوصفه ديال اليوم. كنتمنى ان شاء الله تكون عجباتكم، وما تنساوش الى عجبكم فيديو اليوم خليوا لي لايكاتكم، تعاليقكم اكيد زوينين اللي كنقراهم واحد بواحد، وبارطاجيو القناه مع صحابكم وحبابكم. واكيد غادي نقطع معكم شويه باش نشوفوا كيفاش جات من الداخل.